مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكما ابتدائيا يقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 سنة سجنا نافذا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية على خلفية تهم تتعلق بالاعتداء المقصد منه المساس بهيئة الدولة وإثارة الاضطرابات. وتعود وقائع الملف إلى أكتوبر 2023 عندما تم إيقاف عبير موسي أثناء توجهها لإيداع طعن قانوني ضد أوامر رئاسية مرتبطة بالانتخابات بقصر قرطاج، حيث رافق تحركها تجمع لأنصارها، ما أدى إلى توتر أمني وإحالتها لاحقا على القضاء. هيئة الدفاع اعتبرت الحكم سياسيا وظالما، وأعلنت عزمها الطعن فيه بالاستئناف، مؤكدة أن موكلتها تقعد في السجن منذ أكثر من عامين وتواجه عدة قضايا أخرى صدرت في شأن بعضها أحكام تم التخفيف منها جزئيا. وعقب صدور الحكم برز موقف قوي من زوجها توفيق سعيد الذي عبر عن تضامنه المطلق معها، موجها لها رسالة أكد فيها أنه سيبقى سندا لها ولبناتهما ما دام حيا، معتبرا أن ما تتعرض له زوجته يمثل ظلما واستهدافا سياسيا. كما أعلن توفيق سعيد أنه قام بعد صدور الحكم بزيارة زوجته في سجنها، مؤكدا أنها بخير ومعنوياتها مرتفعة، وأنها حملته تحياتها إلى أنصارها ومحبيها، ووجه بالمناسبة تحية لكل من ساندها داخل سجن بلاريجيا بجندوبة الذي وصفه بمكان احتجازها القسري. ويعرف توفيق سعيد وهو ضابط أمني متقاعد برتبة عالية بدعمه العلني والمتواصل لزوجته عبير موسي منذ إيقافها، سواء عبر زيارات منتظمة رفقة ابنتيهما أو من خلال تدوينات وتصريحات عبر فيها عن تضامنه الكامل معها، في وقت تواصل فيه هذه القضية إثارة جدل واسع في الساحة التونسية.